النهارده هنتكلم عن كل حاجه تخص زمن المضارع البسيط، وده من اهم ازمه اللغه الانجليزيه. ركز معايا. النهارده هنتكلم عن زمن المضارع البسيط، وهو بيتكون من شقين. اول شق اللي هم ضمائر الجمع اللي هم اي وي ويو وزي، ودول بياخدوا المصدر يعني بدون اي اضافات. اما التانيين اللي هم المفردة اللي هو هي وشي وات، ودول بضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس. امتى نشوف اي اس؟ لو كانت اخره اس اس سي اتش اس او اكس. لو كان الفعل زي ووش يغسل فبحط لها اي اس. طيب امتى اي اس؟ لو كان اخرها واي زائد حرف ساكن. الحروف الساكنه كل الحروف ما عدا A والاي والاي والاو واليو، يعني لو شفت حاجه غير دول فهشيلها واحط اي اس. زي كراي يبكي، تبقى شيل الواي وحط اي اس كرايز. طيب تعال نشوف الامثله دي. I eat breakfast at 7 a.m. هنا he eats breakfast at a.m. هنا نلاحظ ان هنا مفيش اس، لكن هنا في اس عشان ضمير هنا مفرد. طيب انا لو عايز انفي، انا ما عملتش كده، فهحط هنا مع ضمائر الجمع don't ومع الضمائر المفرده doesn't. تعال نشوف المثال. I don't eat breakfast. هنا he doesn't eat، الاس اللي هنا من طول حطينا doesn't نشيله. breakfast وباقي الجمله. طيب لو في حاله مفيش عندي فعل اساسي، الفعل الاساسي هنا eat ياكل، تمام؟ هنا مفيش عندي فعل المساعد فعل اساسي، فيبقى الفعل المساعد هو اللي خد مكانه. زي I am a doctor، انا اكون دكتور. she is a doctor، هي تكون دكتور. طيب لو عايز انفي في الحالة دي أحط not، زي she isn't a doctor، هي لا تكون دكتور. طيب لو عايز أسأل هعمل مقص، هجدد الفعل المساعد على الفاعل، هتبقى is she a doctor والإجابة بيس أو no. طيب في حالة وجود فعل أساسي وعايز أسأل فهسأل بدو أو does. do مع ضمائر الجمع وdoes مع ضمائر المفردة. زي هنا do you play football؟ هل تلعب كرة القدم؟ هنا does he play football؟ وهنا play زي ما قلنا هنحطها من غير اس، هنحط المصدر يعني. طيب انا لو عايز اسال باداه استفهام فهحط اداه الاستفهام زائد do او does زائد الفاعل زائد الفاعل. زي هنا where does علي play؟ اين يلعب علي؟ يجي بقى الكلمات الداله عليه اللي هم always دائما، usually عاده، often غالبا، never ابدا، sometimes احيانا. لو شفت الكلمات دي في الجمل اعرف ان انت في زمن المضارع البسيط. تعال نشوف امتى بنستخدمه في اول حاجه في الحقائق العلميه. زي the sun sets in the west، الشمس تغرب من ايه؟ من الغرب. فدي حقيقه علميه فانا ما اقدرش اتكلم فيها، فهتبقى مضارع بسيط. هنا بقى he plays football every day، هو بيلعب كورة كل يوم، فهنا دي بتستخدم للحاجة الروتينية. تعال نشوف السؤالين دول مع بعض. the sun نقط us light، الشمس تعطينا الضوء. عايز اقول تدينا او تعطينا اللي هي give واخرها s، ولا is giving، ولا give بس. حلو، وقول لي في التعليقات. هنا she always نقط to her work early، هي تذهب للعمل مبكرا. هتبقى go بس، ولا go اللي هي اخرها es، ولا going.